ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر فادي ايمن، والنهارده هنتعرف على انواع الاعداد. اول نوع عندنا من انواع الاعداد الطبيعيه. طب ايه رمزها دي؟ رمزها ان، يعني ناتشورال نمبر. طيب ايه الاعداد الطبيعيه؟ تبتدي معاك من الصفر او الزيرو، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، وانت ماشي. خلاص. طبعا دي شامله هنا الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه، دول بنسميهم اعداد العد. حطيناهم من الصفر بيجي اسمها اعداد طبيعيه، وده اول نوع عندنا. طب تعال نكبر شويه. مين بعديها؟ الاعداد الصحيحه. طب ايه رمزها؟ رمزها زد. طيب ايه الفرق بين دي ودي؟ دي فيها زياده الاعداد السالبه. يعني انت هنا عندك الواحد او الزيرو والواحد والاثنين والثلاثه وانت ماشي. الناحيه دي عندك اعداد سالبه، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثه وانت ماشي. يبقى دي الطبيعيه ودي الصحيحه. نكبر شويه. بعدين عندك الاعداد النسبيه. طب ايه رمزها؟ رمزها كيو. طب ايه مين جواها؟ الارقام. هم دول. طب الزياده الكسور، يعني زي النص، زي التلتين، زي مثلا 75%. يعني اي رقم اقدر اكتبه في صوره A على B بنسميه عدد نسبي. زي ال 75%، دي هي بتساوي 75 على 100. دي الاعداد النسبيه. اي رقم اقدر اكتبه في صوره عدد كسر، بسط ومقام يعني. طيب ممكن الخمسه. هل الخمسه ده عدد نسبي؟ عدد نسبي. طب هتقول ازاي؟ ده فين المقام بتاعه؟ مقام واحد. خلاص. اي رقم ملوش مقام واحد يبقى برضو عدد نسبي. يبقى الاعداد النسبيه تشمل الاعداد الصحيحه والطبيعيه، دي تشمل دول كلهم. طيب في اعداد تاني اللي هي الاعداد الغير نسبيه. طب ايه هي الاعداد الغير نسبيه؟ هي الارقام اللي انت ممكن تعملها على الاله ما يدكش اجابه واضحه، يدي لك ارقام كتير، يعني الارقام ماليه الشاشه. يعني مثلا لو جيت قلت لك كده جذر الاثنين، جربها بالاله هيطلع لك ارقام كتير. طيب جذر الثلاثه نفس الكلام. طيب لو جيت قلت لك جذر الاربعه، الجذر الاربعه هيطلع لك اثنين بس. يبقى عندك اجابه واضحه اللي هي الاثنين، لكن لما تعمل اي رقم من دول على الاله هيطلع لك اجابه مش واضحه، ارقام كتير خالص. طيب لو قلت لك جذر السته نفس الكلام. طيب الباي، عارف بتاعت الدايره بنستخدمه في المحيط ومساحه الدايره، الباي برضه غير نسبيه. الباي ده النسبه بنجربها بنخليها 22 على 7 او 3.14%، لكن هي طبعا لو انت عملتها هيطلع لك ارقام كتير. كل دول بنسميهم اعداد غير نسبيه. يبقى الغير نسبيه عكس النسبيه. طيب ماشي. ايه اخر الاعداد عندنا؟ الاعداد الحقيقيه. طيب الاعداد الحقيقيه دي ايه رمزها؟ رمزها ار، جاي من كلمه ريل نمبر. طيب ايه هي الاعداد الحقيقيه؟ دي تشمل الاعداد النسبيه والغير النسبيه. يعني برضو بتشمل الاعداد دي كلها. خلي بالك الاعداد الحقيقيه بنسميها ام الاعداد. يعني ايه ام الاعداد؟ ركز معايا. يعني بتشمل اي عدد في الدنيا بينضم تحت الاعداد الحقيقيه. يعني لو قلت لك الصفر حقيقي، التلتين حقيقي، اللي جذر اتنين برضه حقيقي، سالب واحد، اي رقم في الدنيا بنسميه تبع الاعداد الحقيقيه. طيب كده يبقى اول حاجه عندي الاعداد الطبيعيه اللي هي صفر، واحد، اتنين، تلاته. الاعداد الصحيحه اللي هي رمزها زد، اوعى تنسى الرموز دي مهمه. خلاص. دي الزياده عندنا فيها السوالب. طيب الاعداد النسبيه فيها دول كلهم. طب الزياده بس هنكتب هنا الزياده. الكسور نص، تلت، اي رقم اقدر اكتب صوره ايه على بي او بسط على مقام. زي الخمسه، زي الثلاثه مثلا. لو قلت لك الثلاثه برضه مقامها واحد، برضه عدد نسبي. طب ايه الاعداد غير نسبيه؟ سهله. امسك آلتك الرقم اللي هو طلع لك اعداد كثيره بنسميها غير منتهيه، ده بنسميه عدد غير نسبي. خلاص. زي جذر 2، جذر 3، جذر 7، جذر 9. لا، خلي بالك جذر 9 اجابته 3، كده يبقى كده غير نسبي. لو قلت لك مثلا برضه ينفع معاك الجذر التكعيبي للسبعه برضه غير نسبي. خلي بالك اي رقم يطلع لك اجابه ما لهاش شاشه غير نسبي. طب ايه هي الاعداد الحقيقيه؟ شامله كل الكلام اللي قلناه، النسبي وغير النسبي والطبيعي والصحيح. خلاص.
يا رب يكون افدتكم، وركز في المعلومه دي عشان هتنفع في ابتدائي او اعدادي. شكرا.